إسلاميات عامة تقدم. ذكر أحد الكتاب أن رجلا شابا درس في فرنسا ورجع إلى بلدته وقد تأثر بأحوال الكفار هناك، لا سيما في الاختلاط، ففتح بيته للاختلاط وقال ما في داعي للتزمت والتشدد الموجود عند العلماء والموجود في الشريعة الإسلامية. فتح بيته للاختلاط بأهله وترك المجال لأهله، يذهبون متى يشاءون ويدخلون ويخرجون متى يشاءون. ذكر هذا الكاتب أنه في ذات ليلة جاء الجندي في وقت متأخر من الليل ودق على هذا الرجل بابه، فخرج فقال له ما المطلوب؟ قال له تعال إلى الشرطة وانظر، هنالك امرأة وجدناها متلبسة مع رجل على حالة منكرة. فجاء هذا الرجل فإذا بها امرأته مع صديقه، فلما رآهما صاح صيحة شديدة أزعجت الموجودين وأرعبتهم. قال ما كنت أظن أن امرأتي ستفعل هذا، ثم أغمي به على الأرض ثم مات بعد ذلك كمدا. بعض الناس مخدوع مغرور يظن أن المرأة هذه أنها لا تلي لها قناة، إنها شهوات مثل النار إذا هاجت. إن الشيطان ساع في الإفساد، ما اجتمع رجل وامرأة أو رجال بنساء إلا وكان الشيطان ساعيا في إفسادهم.